النهاردة بقى معانا منتج من منتجات سوبر ماركت او محل البقالة اللي تحت بيتك، يعني مش هتغلب اي محل بقالة. منتج قديم مصري جميل منزل طعم جديد. انا بالنسبة لي اول مرة اشوفه يا جماعة، فمعلش اللي شافه قبل كده يعني يسامحني على تأخري. انا دليدا اللي معرفنيش، يلا نجرب حاجة جديدة. تجربتنا النهاردة مربى الفراولة والتوت. بس انا اللي مستغرباه ان هو التوت المفروض هو كاتب راسبري، وهو المفروض ان هو حاطط توت اسود، هو المفروض بلاك راسبري، لان هو راسبري لوحده. التوت الاحمر المفروض بيبقى ميزز، يعني فيه طعم حامض شوية وميزز، بس لونه احمر. ده حاطط صورة، بصوا، ستروبري حمراء والحاطط راسبري اسود، هو المفروض بلاك راسبري بيبقى اكثر مزازة. فانا فتحت بصراحة الغطا فعشان نكسب وقت، فخلونا نشوف التجربة هتسفر عن ايه. بسم الله. بصوا، هو شكلها من جوه غامق شوية زي مربى التين اهي، زي لون مربى التين بالظبط. وده القوام، شايفينه بوضوح؟ ده القوام بتاعها. خلونا ندوق طعمها. انا محضرة بايتس كده من التوست، خلونا نقول بسم الله وندوق. مش عارفه، انا مستغربه بصراحه لان الطعم ده ما كنتش بلاقيه غير في نوع مربى واحد مقاطعه. امم بصوا يا جماعه، هي اولا ما فيهاش بايتس للراسبري ولا للستروبري جوه، ده اولا، يعني ما فيش قطع فواكه. ثانيا بقى، هو المفروض ان البلاك راسبري ده بيبقى ميزز جدا، فهو تقريبا عشان يغطي على المزازه ازود سكر، تمام؟ فما بين المزازه قوي والسكر قوي تحس انك انت واقف في النص ملخفن كده. يعني مش عارفه، مش فاهماهم بصراحه. هو ممكن يكون الطعم مناسب لاغلب الناس او لناس تانية، بس انا بالنسبه لي لا. طعم الراسبري ما طلعش غير من نوع واحد مقاطع بصراحه، هم مش عارفين يظبطوا الطعم من الاخر. يعني انا مش بضلل حد، بس انا بنقل تجربتي، وانتوا عارفين شعوري، لا مجاملات ولا حنيه في اللقمه دي. قولوا لي في الكومنتس نحب نجرب ايه المره الجايه، وجربوها وقولوا لي، جايز انتوا تحبوها. بس هي مسكر مزز ومسكر قوي، للناس اللي ما بتحبش سكر قوي هتستنفر من الطعم بتاعها سيكا سيكا.